المقابله ما كانت سهله، مقابله صعيبه ضد فريق منظم، فريق تري ديسيبليني تاكتيكمون من الناحيه الدفاعيه ولا الهجوميه. منتخب اللي عنده لاعبين مستوى هائل، لا مزيزي رقم 24، دا اللاعب ناضو على الجناح الايسر، اللاعب سالوم صانع الالعاب ديالهم، عندنا لانه لاعب رقم 23 كذلك في وسط الميدان، اظهره اللي كيجيدوا لا ترانزيسيون كيديروا الزياده العدديه. تصريح طارق سكيتوي بعد المباراة اللي كانت ماراثونية، مباراة اللي كانت يعني صعيبة على طارق سكيتوي صراحة. سلعوانو تحت ضغط 60,000 متفرج وقدر ينتصر ب1-0. نشوفوا هاد يعني التصريح ديال طارق سكيتوي على هاد المباراة ونرجعو نديرو عليه التعليق يتسقاو. اولا الحمد لله، هذا فضل من الله، هذه النتيجه وهذا الانتصار هو فضل من الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثاني حاجه بكل صراحه كيف ما شفتوا كاملين المقابله ما كانت سهله، مقابله صعيبه ضد فريق منظم، فريق تري ديسيبليني تاكتيكمون من الناحيه الدفاعيه ولا الهجوميه. منتخب اللي عنده لاعبين مستوى هائل، لا مزيزي رقم 24، دا اللاعب ناضو على الجناح الايسر، اللاعب سالوم صانع الالعاب ديالهم، عندنا لانه لاعب رقم 23 كذلك في وسط الميدان، اظهره اللي كيجيدوا لا ترانزيسيون كيديروا الزياده العدديه على الاطراف، وكيديروا دي سونتر اللي غالبا تيكونوا مزعجين وكيكونوا خطيرين. بينوا اليوم كذلك بان النقط اللي جابوا الطريقه ديال التعامل ديالهم في المقابلات اللي فاتت، الاربع مقابلات اللي فاتت ما كانتش من محض الصدفه، ففريق قوي بكل صراحه. يمكن اللي دار الفريق اليوم هما جوج ديال الاشياء. اولا كانت عندنا واحد الرغبه وتحدثنا فيها باننا كان عندنا اون فري فولونتي باش اننا اون فري ديتيرميناسيون باش اننا نخرجوا من هذه المقابله هذه وحنا منتصرين. يلعبوا في تنزانيا وي، يلعبوا في هذا الملعب هذا وي، يلعبوا حدا هذا الجمهور هذا وي، ولكن كانت عندنا واحد لا ديتيرميناسيون كبيره ما كتشوبهاش ولو ذره شك باننا غادي ننتصروا ان شاء الله وغادي نخرجوا منتصرين، بشرط اننا نلعبوا الكره ديالنا وكذلك نديروا المجهودات. لو طالون مزيان ما يخصو المجهودات باش تجي النتيجه. وكنشكر بكل صراحه اللاعبين مره اخرى، ما يمكنليش ما نشكرهمش، لان لا ليطا ديسبري ديالهم ولا القلب ديالهم ولا الروح ديالهم ولا خصوصا الاحساس ديالهم بالمسؤوليه، المسؤوليه ديال تشريف كره القدم الوطنيه احسن تشريف. فهاد اللاعبين هذه كنت قلتها لهم من قبل، عاودتها لهم البارح ونقولها لهم عاوتاني دابا، انا متشرف بتواجدي معهم وسعيد كثير بتواجدي معهم. الان الحمد لله وي انتصرنا سعداء، ولكن هذا ما خصوش يزيدنا الا حماس اكثر ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نمشيو المقابله ديال النصف اللي ما تكون سهله كذلك، وخصنا نكونوا جاهزين ليها باش ان شاء الله الرحمن الرحيم ننتصروا فيها، ودعواتكم معنا ان شاء الله. مرة أخرى الإخوان، مبروك المنتخب المغربي التأهل لنصف النهائي. قولوا لي في التعليق واش بغيتوا نتوما تشوفوا مباراة أسطورية تاريخية بين المنتخب المغربي والجزائري في النهائي إن شاء الله. خلونا في التعليق. هادشي اللي كان الشباب في هذا الفيديو. نتمنى عجبكم الفيديو، خليو معكم متابعة لأول مرة كيشوف القناة، لايك باش دائما توصلوا بجديد، ونزيدو نعطيكم أكثر إن شاء الله في كرة القدم، واستمتع معنا في القناة. نشوفكم في فيديو جديد. تهلا.